تخيل كده انك داخل معركة، هل هتدخل عمياني من غير ما تعرف عدد اعدائك وسلاحهم ايه؟ اكيد لا. في عالم الامن السيبراني واختبار الاختراق، الخطوة دي هي اللي بتحدد نجاحك او فشلك. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الانفورميشن جاذرينج او جمع المعلومات، المرحله دي اللي الهاكرز بيقضوا فيها 70% من وقتهم. دلوقتي انت قبل ما تفكر تكتب اي امر واحد للاختراق لازم تفهم الهدف بتاعك كويس جدا، لان جمع المعلومات مش مجرد خطوه، ده فن وعلم، وبينقسم لنوعين اساسيين. الاول هو الباسيف ريكونيسنس والتاني هو الاكتيف ريكونيسنس. يلا بينا نفهم الفرق بينهم. النوع الاول وهو الباسيف ريكونيسنس، وهو ببساطه يعني انك بتجمع معلومات عن الهدف من غير ما تتفاعل مع السيرفرات بتاعته بشكل مباشر، زي المحقق اللي بيراقب بيت من بعيد بمنظار. صاحب البيت مستحيل انه يحس بيه، وهنا بنعتمد على مصادر مفتوحه المصدر او ما يعرف بالاوسن. واشهر الادوات والطرق هنا زي جوجل دوركينج، وهي انك تستخدم اوامر بحث متقدمه في جوجل عشان تطلع ملفات حساسه او صفحات تسجيل دخول مخفيه. تاني اداه معانا وهي هويز او لوك اب، ودي بتستخدمها عشان نعرف مين صاحب الدومين وايميله وتاريخ تسجيل الموقع. وتالت اداه معانا هو محرك البحث شودن. شودن محرك بحث شهير للاجهزه المتصله بالانترنت، بيعرفنا لو في كاميرات او سيرفرات مفتوحه ومكشوفه لاي حد. ده بالنسبه للباسيف ريكونيسنس. النوع الثاني وهو الاكتيف ريكونيسنس، وهنا بقى انت ما بقتش واقف من بعيد، انت دلوقتي رحت بنفسك تخبط على الابواب والشبابيك عشان تعرف ايه اللي مفتوح وايه اللي مقفول في البيت اللي انت عايز تدخله. في الاكتيف ريكونيسنس انت بتتفاعل مباشره مع الهدف او السيستم المستهدف. الخطوره هنا ان السيرفر او انظمه الحمايه زي الفاير وول او الاي دي اس ممكن تكتشفك وتعمل للاي بي بتاعك بلوك، لان حركتك بتبقى مسموعه. ومن اشهر الادوات هنا في البورت سكاننج بنستخدم الاداه الاسطوريه وهي اداه الانماب عشان نعرف ايه البورتات المفتوحه وايه الخدمات اللي شغاله عليها والاصدارات بتاعتها. خلينا نطبق على الكلام ده ونشوفه بشكل عملي، بس خلي بالك ان كل اللي بيتشرح هنا هو بيقع تحت بند التعليم الاخلاقي فقط، وانا غير مسؤول عن اي استخدام غير قانوني. دلوقتي خلينا نطبق على الباسيف ريكونيسنس ونجرب الامر الاول ونستخدم اداه هو از. والمفروض دلوقتي بعد هو از ان احنا هنكتب دومين، وليكن مثلا الدومين بتاع جوجل. زي ما انتم شايفين طلع لنا بيانات السيرفر من غير ما نلمس الموقع نفسه. طيب خلينا نطبق على الاكتيف ريكونيسنس. خلينا دلوقتي نجرب نعمل سكان على الاي بي بتاعي باداه الانماب، ونكتب داش تي 5 عشان يسرع عمليه الاسكان. دلوقتي بالنسبه للامر اللي احنا كتبناه داش اس في، ودي هتقول لنا ايه الخدمات واصداراتها اللي شغاله، وداش او هيحاول يتعرف على نظام التشغيل ويقول لنا ايه هو. وزي ما انتم شايفين النتيجه طلع لنا ان بورت 80 شغال وشغال عليه سيرفر الاباتشي، وادانا الاصدار بتاعه اللي هو ده. والاصدار ده هو الخيط الاول اللي هيوصلنا للثغره في المراحل اللي جايه. يبقى احنا كده عرفنا النهارده ان جمع المعلومات هي الخريطه اللي بتنور لك طريقك في عالم الهاكر الاخلاقي، لانك كل ما جمعت معلومات اكتر وبدقه كل ما كانت خطوتك اللي جايه اخطر واقوى. ان شاء الله في الحلقه اللي جايه هنتعمق اكتر في موضوع جمع المعلومات. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل فولو ولايك عشان تكمل معانا سلسله الريد تيم.